لما تفتحنا على الثقافة الأوروبية فبقينا نقول احنا عايشين في تناقض. تربية شرقية، عواطف شرقية، قلبنا شرقي، دماغنا أوروبية، ففيه تناقض. وبالتالي هذا التناقض كان بيعمل قلق عندنا واحنا صغيرين في الجيل بتاعنا يعني. وقلنا ان بمرور الايام وبمرور الوقت المسائل الميزان هيعتدل وهيبقى فيه توازن بين ميراثنا الشرقي وبين ثقافتنا الغربية. لكن للأسف اللي حصل العكس تماما. أبص ألاقي معظم الشابات والشبان يتكلموا يعني يكلموا بعض باللفرنجي. هاي، طب ليه هاي؟ مش أهلا ليه؟ مع انهم ما يعرفوش لغات. يعني ما يعرفوش. يعني انا واحد مثلا عشت في فرنسا 4 سنين، عمري ما بقول له واحد هاي، ولا اسلم على واحد اقول له كومان سافا. ليه؟ طب ما انا اقول له ازيك، اهلا وسهلا. ولغتنا العربيه جميله جدا. من الافات الشديده جدا اللي مصاب بها المجتمع المصري انه كما لو كان بيخجل من مصريته، انه بيتصور انه لما يلو لسانه او يحرك لسانه بكلمات افرنجيه انه هيبقى ارقى. وهذا احساس داخلي عميق مستتر بالدونيه، باننا اقل من الناس دول. لا، احنا مش اقل منهم. احنا شعب له حضارته، وشعب له تاريخه، وشعب له ثقافته. ويجب ان احنا نعيد احياء كل الحاجات دي عشان نحس باننا ند للند لاي ثقافه اجنبيه.